زي ما انت بتفكر تركب عربيه ياباني، برضه هقول لك ان انت ممكن تفكر تركب موتوسيكل ياباني. شركه سوزوكي موتوسيكل ستريت فايتر بقوه موتور جباره جدا، موتوسيكل GSX-S. طب يلا بينا نبدا، وقبل اي حاجه هنسمعكم الرنه الجميله دي، بس اللايك والسبسكرايب اهم حاجه. صوت فابريكا، نسمع صوت الفابريكا نعوميه. يلا بقى انزل بالانترو عمو. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى هنتكلم على الحته السوزوكي اللي قدامنا ده. طبعا احنا بقالنا كده 3 فيديوهات عمالين نجيب في موتوسيكلات ستريت فايتر. النهارده برضو هنتكلم على موديل من موديلات السوزوكي، موتوسيكل ياباني، موتوسيكل جميل جدا وموتوسيكلات مش بتسخن. ودي اكتر حاجه بتضايق دايما البايكرز، ان هم لما بيركبوا حاجات 1000 سي فدايما بيبقوا زعلانين ان الموتوسيكلات دي بتطلع صهد. الحته اللي قدامنا دي موتوسيكل GSX-S موديل 2019، موتوسيكل يعني افراج، موتوسيكل عايز تركب حاجه زيرو باللون المميز بتاع الجيكسرات او الموتوسيكلات السوزوكي. الموتوسيكل ده ماشي اعتقد 20000 كيلو، موتوسيكل برده حاله جديده افراج. احنا طبعا في معرض موتوزون في العسوي، هسيب لكم رقم التليفون برده عشان الناس اللي حابه تركب حاجات مميزه ونادره من نوعها. الجادون ده تعديل، مش جادون، يعني مش جادون فابريكا، عشان محدش برده ايه يفكر ان هو جادون فابريكا بتاعه. فكره الستريت فايتر دايما ان احنا عارفينها ان هو موتوسيكل ما بقاش فيه فيرنج زي الموتوسيكلات الياباني اللي احنا شايفينها دي كده، زي الجيكسر الاحمر ده. لا، هو موتوسيكل بيديك موتور وعزم كويس جدا بس بجادون مسطره وبشكل من قدام بسيط. ناجح جدا في حتت ان انت تقدر تمشي جوه البلد وسط الزحمه من غير ما انت تكون مقيد بحته ركوبه الريسنج. الموتوسيكل ده 1000 سي 4 سلندر، موتوسيكل بيطلع 150 هورس باور، وده طبعا كويس جدا زي ما احنا قلنا على موتوسيكل ستريت فايتر. فانت هتحس جدا بالاكسلريشن بتاعت الموتوسيكل. الموتوسيكل ده وزنه 207، برضو احنا قريبين جدا من موتوسيكلات كانت 230 و240، فموتوسيكل مش وزنه خفيف، بل بالعكس موتوسيكل وزنه تقيل. موتوسيكل زي ده في الفرامل بتاعته طبعا هنبدا بقى نتكلم من قدام. طبعا هنيجي هنا هنلاقي برضو ان ماستر الفرامل هنلاقيه بريمبو، ده من اقوى الشركات بتاعه البريك. هنلاقي هنا ان عندنا قدام طنبورتين، عندنا هنا الفرامل بتاعتنا ABS، الجنط الامامي 17. هنيجي هنا هنلاقي برضو مساعدين مقلوبه، ودي من الحاجات اللي بتميز جدا الموتوسيكلات الياباني. هندخل هنا على دوره التبريد، هتلاقي الريديتير واخد شكل كيرف كده عشان شكل الاجنحه دي كالساحه. هنيجي برضو هنا على الخلفي هنلاقي برضو ان الطنبوره فيها جهاز ABS، فكده ABS قدام ورا، جنط اللي ورا 17. في تراكشن كنترول، ودي برضو من الحاجات اللي بتميزه جدا. وفي مودات في الشاشه ان انت تقدر تتحكم فيها، سبورت وعادي. هتيجي هنا اهو هتلاقي زرار المود مكتوب عندك، هتلاقي بص تراكشن كنترول ممكن من المود ان انت تقفله وممكن تخليه على مستوى 1 2 3. والABS بتاعنا طبعا السعه اللتريه بتاعه تخزين اللتر رات 17 لتر. الموتوسيكل ده لو انت بتحب المتعه وبتحب الطرق الطويله، موتوسيكل زي ده هيبقى مستمتع جدا. ولكن في حته ممكن تضايقك شويه لو انت طالع في منطقه فيها هواء او على طريق عليه هواء، مش هتبقى مستمتع. ودي فكره دايما عامه في الموتوسيكلات الستريت فايتر. تعال بقول لك على حاجه، ان الموتوسيكل اللي قدامنا ده عامه من الموتوسيكلات المميزه جدا، من الموتوسيكلات اللي هي بتديك موتوسيكل قوي جدا وشكله شيك وصوته ناعم، والحراره فيه مش زي الموتوسيكلات الثانيه زي الياماها الR1 لو فاكرينه، كنا عاملين عليه ريفيو، هسيبه لكم برده تحت في الديسكربشن تقدروا تعملوا مقارنه بالموتوسيكلات السوزوكي والياماها. طبعا موتوسيكل زي ده موتوسيكل شيك لان انت بتركب حاجه موديل 2019، راكب حاجه برده موديل عالي. لو انت بتفكر تشتري الموتوسيكل ده عشان تشتغل بيه، انا بقول لك انسى، ان الموتوسيكلات دي مش بتاعت شغل، الموتوسيكلات دي بتاعت رفاهيه. وطبعا سعر الموتوسيكل ده 270000 جنيه. الموتوسيكل موجود في معرض موتوزون، معرض ما شاء الله بيجيب كل الموديلات الجديده. يعني لو حبيت تاخد فكره تعالى واشتري بكره، ما عندناش مشكله في اي حاجه. المهم بقى ما تنسوش قبل اي حاجه اللايك والسبسكرايب جامد عشان نفضل مكملين مع بعض.